انتهاء مباراة الأهلي بفوز الهلال للأسف على الأهلي 1-0. ماتش غريب، ماتش عجيب. فرقة كانت في المتناول، كنا نقدر نكسب. انت لسه بتستهل مشوارك، أول ماتش ليك في البطولة. ماتش مش شايف ان هو يعني جامد للدرجة ان انت تلعب وتبقى في مخاوف وتخسر 1-0. ما هنتكلم في كل ده، بس انا شايف ان ماتش ضيعنا، ماتش اول 3 نقط سهلين نضيعهم. ومش عايزين نخش في قصة آلة حاسبة ونقعد نحسب. احنا ما بنعملهاش كتير، بس مش عايزين نخش في القصة دي. الاول كده كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي بدا تشكيل بالشناوي في الجون، محمد هاني، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، علي معلول، ديانج وحمدي فتحي في النص، على الشمال عبد القادر، على اليمين حسين الشحات. مركز 10 كان طاهر، واوقات كان بيبقى حسين الشحات بيبدلوا مع بعض. راس حربة بيرسي تاو، حسب الله ونعم الوكيل. مبدئيا كده، اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنتين، الاهلي بيعاني من ان مفيش راس حربة عندك في الاهلي، ما عندكش راس حربة صريح في النادي الاهلي. كلنا متفقين على النقطة دي. تاني حاجة، انت بتلعب النهارده ناقص 2 لعيبة، حرفيا انت بتلعب ناقص 2 لعيبة. هاجيلهم في الاخر، حسين بيرسي تاو وطاهر، هاجيلهم في الاخر. بس ناخدهم خطوة خطوة كده. انت نزلت الشوط الاولاني، الفرقه باينه مستسلمه، فرقه الهلال مستسلمه، اعمل اللي انت عايزه. ليه واقف خايف؟ اللعيبه مش رجلها مش شايلاهم على الارض. في كام لعيب في الاهلي كده رجليهم مش شايلاهم، تحس ان هم شايلين اكياس رمل في رجليهم، مش قادرين يجروا، مش عارفين يباصوا. في حاجه مش طبيعيه. آه لازم نشوف حل. لازم نشوف حل. من افريقيا مش هينفع نضيع نقط كتير ونخسر نقط كتير. انت هما كام ماتش في البطوله في المجموعات؟ 6 متوشه. لازم تجمع فيهم نقط. لازم تجمع في ال6 متوشه دول اكبر عدد من النقط. تمام. الماتش الجاي مع صن داونز على ملعبنا، لا بديل. ما عندناش حل غير ان احنا نفوز. لازم تفوز الماتش بتاع صن داونز اللي على ملعبك. الموضوع مش سهل خالص. لازم تكسب صن داونز على ملعبك عشان تبتدي تجدد طاقات اللعيبه ديت. تعال بقى ناخدهم نقطه نقطه كده، نتكلم نقطه نقطه. الشناوي هو يتحمل الهدف كامل. في ناس هتقول لي الشمس كانت في عينيه، انا معاك، الشمس كانت ضاربه في عينيه وكل حاجه. بس الكره مش جامده، انا شايفها الكره مش جامده خالص. هو عمل التراي بعد ما الكره عدت من فوق. الشناوي بقاله فترة كبيرة، بقاله بتاع سنة مستواه متراجع شوية. ماتش كويس، 2 مش كويس، في حاجة مش طبيعية. وانا كنت قلت قبل كده ان لازم بديل للشناوي. هتسألني مين ترجح بديل للشناوي؟ انا شايف في مصر مفيش حارس بيقنعني في مصر بعد الشناوي غير محمود جاد. واعتقد ان محمود جاد لو جه، يبقى عندك مركز حراسة المرمى ل10 سنين قدام، 15 سنة قدام في امان. يعني مركز حراسة المرمى لما يبقى عندك الشناوي، محمود جاد، مصطفى شوبير، التلاتة دول، عندك مركز حراسة المرمى في أمان. فنتخطى فكرة حراسة المرمى. تعالى بقى لقلبين الدفاع. عندك محمد عبد المنعم، أحسن أحسن مدافع، مش في الدوري المصري ولا في أفريقيا، في المجرة. مدافع يا جدعان عاقل، وكل يوم عن التاني بيكتسب خبرة. الله يعني، الله اكبر عليه. باك يمين محمد هاني، ثبات في المستوى، مستوى كويس، مفيش اي مشكله فيه. تعالى بقى الحته بتاعت ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بيلعب بالعافيه اكتر ما بيلعب بده. يعني ياسر ابراهيم بيلعب بالعافيه اكتر ما بيلعب بده. انت عايز المدافع اكتر حاجه يكون بيلعب بده بدماغه، يكون راسي. ياسر ابراهيم بكل تدخلاته تحس ان هي فيها عافيه، ومش مش مركز في الكوره. هو مش مركز على الكوره، هو داخل عافيه بس بيلعب عافيه. علي معلول، مش قادر اتكلم عليه لان علي معلول سنه كبر غصب عنه. الماتش صعب، الجو صعب، هو سنه كبير، غصب عنه. انا الوم على كولر اللي هيجيله في الاخر خالص، ان انت المفروض كنت بدلت من بدري. بس خلينا واحده واحده مع اللعيبه. علي معلول ما اقدرش الومه على حاجه. حمدي فتحي برضو مستواه شبه ثابت. ديانج مستواه من، يعني احنا رحنا كاس العالم متهيألي واحنا في المطار بدلنا ديانج بحد تاني، بدلنا ديانج بسعيدو سومبوري، مش عارف، مش ديانج. من مطوشه كاس العالم كلها ديانج سيء، سيء جدا. النهارده شايفه برضو مش هو ديانج اللي انا اعرفه. ديانج في حاجه غريبه. فكده خلصنا نص الملعب، التلاتة بقى اللي قدام. حسين الشحات، انا شايف ان حسين الشحات طول ما هو سليم ما يخرجش من الملعب. انت ما عندكش وينج بيرقص ولا بيخش الا حسين الشحات. يعني حسين الشحات وعبد القادر دول اللي يقدروا يعملوا لك الحلول الفرديه. لو الماتش مقفل او لو اللعيبه واقعه، ده يقدر بحل فردي يعمله. حسين الشحات ضيع فرصه النهارده في الدقيقه 5، ما تضيعش. يا حسين الفرصه دي مش محتاجه حنيكه. يعني الكره وهي جايه لك، هي على شمالك، حطها في اي حته في الجون على بشمالك هتخش. طب انت استلمت وعدلت على يمينك، حط بقى، حطها. ليه الحنيكه اللي انت عايز تحطها يعني تبقى هتحك في العارضه؟
انا مش عايز كده، انا عايز تخش الجون. مش فارق معايا تحك في العارضه، تخش في نص الجون، تيجي في المقص، انا مش فارق معايا، المهم الكره تبقى في الجون. الجون ده لو كان جه كان غير شكل الماتش تماما. تمام. فحسين الشحات انا شايف هو ضيع فرصه بس هو بيعمل لك خطوره. اغلبيه الوقت الخطوره بتبقى من عنده هو او عبد القادر، فانا واحد زي حسين الشحات ده ما خرجوش من الملعب، لازم افضل سايبه في الملعب. تمام. عبد القادر انا شايفه كان احسن لاعب في الماتش النهارده، هو الوحيد اللي عنده الحلول، ياخد الكوره ويعرف يرقص واحد واثنين وثلاثه. لعيب كوره. وشايفه بيتطور، كان في الحته اللي هو بيفكر في الانانيه اكتر من يلعب جماعي، لا ابتدى يتطور جامد، ابتدى يتطور كتير. تعالى بقى لطاهر. طاهر انا مش عارفك انت كنت بتلعب مركز ايه النهارده. طب انت يا طاهر كل المدربين بيجمعوا ان انت، وانا بقى انا واحد من الناس، عندك السرعه، عندك البدني كويس، بس بتفيدني في ايه في الملعب؟ انت المفروض وينج، لو انت بتلعب وينج فانت بتاخد الكوره، بتعمل عرضيه، بتخش ترقص وتخش لجوه، تعمل ثرو باص، تشوط شوطه. كل ده ما بشوفوش، مش موجود من طاهر من ساعه ما جه الاهلي، مش الماتش ده بس. ومصممين يلعب، فالناس تقول لك هو بيفيدنا تكتيكيا. طب انا ماشي، ده وينج، انا مش عايزه يفيدني دفاعيا اكتر ما هو يفيدني هجوميا، انا هو بيلعب وينج عشان يفيدني هجوميا. فطاهر النهارده علامه استفهام، خلاني نسيت الكوره. هو مش موجود في الملعب، انا بلعب ناقص واحد ده على طول. خش بقى للي بعده. بيرسي تاو، اللي هو كان بيلعب راس حربه النهارده. احنا خلينا متفقين زي ما قلنا في اول كلامنا ان ما عندكش راس حربه في الاهلي تعتمد عليه، فانت بتلعب ببيرسي تاو. بيرسي تاو ولا عارف يرقص، ولا عارف يشوط، ولا عارف يباصي، ولا بيضغط ولا بيضغط من قدام. هو موجود في الملعب. كنا زمان بنلعب لعبه كده وبيبقى في واحد طيشه. طيشه. الكره بتبقى معاك هو بيبقى معاك، الكره بتبقى عليك هو عليك. هو ده بيرسي تاو. هو بيرسي تاو في الملعب عباره عن كده، طيشه. ملوش اي دور اطلاقا في الملعب. بيلعب ليه؟ مش عارف. خد فرص كتير، خد فرص كتير. هو لعيب كويس، المفروض ان هو لعيب كويس المفروض، بس هو كميته مش ماشيه معانا. فانا ليه ما اديش فرصه لحد تاني في الوقت ده على ما نجيب راس حربه؟ لكن انا اقعد اضيع في وقت كتير ليه؟ تعالى بقى نشوف التغييرات. التغييرات متاخره جدا، يعني التغييرات متاخره جدا. تمام. اول تغيير راح مطلع حسين الشحات ونزل القندوسي. القندوسي كان ماشي ينزل من بدري بس مش على حساب حسين الشحات. انت ممكن تطلع طاهر، تطلع بيرسي تاو، لكن ما تطلعش حسين الشحات من الملعب. القندوسي يعني بالمناسبه انا شايفه خامه مبشره. هتقول لي انت شفته فين؟ هي كام لمسه اللي هو لمسهم، وفي كام ترقيصه عدى من اتنين كده، من وسط اتنين. لعيب كوره وهيجي منه. قندوسي دي وجهه نظري، لعيب كوره وهيجي منه وهيفيد الاهلي كتير. تمام. بس ما كنتش طلعت حسين الشحات برضه. حسين الشحات ما يطلعش من الملعب خالص. بالنسبه انت بتتكلم بالنسبه للادوات اللي عندك على الدكه، وبالنسبه للي في الملعب، لا حسين الشحات ما يطلعش. يعني حسين الشحات قولا واحدا ما يطلعش من الملعب. تعالى بقى التغييرات اتاخرت لحد الدقيقه 73. طب ليه؟ انا خسران واحد والفريق ضايع. طب ليه اخر التغييرات؟ غير ان انا شايف طاهر مش موجود، بيرسي تاو مش موجود، فاسحبهم. ديانج مش موجود، اسحب التلاتة، اسحبهم من بدري. ليه؟ مع علي معلول مش واقف على رجله. علي معلول ماشي في الملعب، مش قادر يجري، مش قادر ياخد سبرنت، الجو حر وهو سنه كبير. فما طلعه، نزل محمد اشرف. محمد اشرف نزل برضه، عمل حيويه في الجبهه اليسرى. ليه من بدري؟ ليه من بدري انا اغير التغييرات دي من بدري؟ كان الموضوع كان غريب النهارده. مروان عطيه بره، انزله مكان ديانج. يعني مروان عطيه نزله مكان ديانج في نص الملعب، مش هيأدي اسوأ من ديانج متهيألي. اريح ديانج شويه، يمكن الفتره اللي فاتت ديت مضغوط شويه من مباريات كتير ومش عاوز سفر، اريحه شويه. ادي فرصه للعيبه دي، اللعيبه دي هتاخد امتى؟ يعني كولر اسوأ ماتش ليه مع الاهلي. كولر انا بتفق ان هو مدرب عالمي ناجح، وهينجح وهيحقق ارقام قياسيه، بس ده الماتش ده اسوأ ماتش ليه من ساعه ما دخل النادي الاهلي. تغييراته متأخرة، ما تدخلش في المباراة وقاعد بيتفرج على الماتش زيه زينا. يعني قاعد بيتفرج على الماتش زيه زينا، عكس أي مباراة قبل كده. أي مباراة قبل كده كان بيقرا الماتش وبيشوف هو هيعمل إيه. النهارده هو قاعد بيتفرج على الماتش زيه زينا، ابتدى يتدخل في الدقيقة حاجة و70 بعد ما خلاص الماتش خلاص خلص يعتبر. أنت بتتكلم الماتش انتهى إكلينيكيا. فتغييراتك متأخرة جدا. مش عارف ايه سر وجود بيرسي تاو 70 دقيقة في الملعب، ايه سر وجود طاهر محمد طاهر 90 دقيقة في الملعب او حاجة و90 دقيقة بالوقت الضايع. علامة استفهام. ان شاء الله ماتشنا الجاي مع صن داونز في القاهرة ان شاء الله نكسب. لسه بدري جدا، هنصعد باذن الله، والبطولة بتاعتنا البطولة ال11 ان شاء الله لينا. اتمنى من كل اخواتي اللي شافوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، ولو في كومنت حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.